السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت النشادر بطريقه سهله وبسيطه جدا. هيطلع معاكي زي ما انت شايفه هش ولذيذ جدا، وبمكونات سهله وبسيطه هنعمل كميه كبيره من البسكوت. زي ما احنا عارفين ان الحاجات دي غاليه في السوق السنه دي، فاحنا ان شاء الله هنعملها بطريقه اقتصاديه وسهله وسريعه وكمان مضمونه. وطبعا حاجه البيت احسن بكتير من بتاعه بره، ونفرح الاولاد كده بالخبيز بتاع العيد. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا النهارده، يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انزله، وتشجعوني وتدعموني اكبر القناه. نسمي الله ونشوف مقاديرنا مع بعض ايه اللي طلعت لي البسكوت الهش الجميل ده. انا معايا زي ما انتم شايفين مقادير سهله وبسيطه، كتير بس يعني ما بياخدش وقت خالص معايا. انا جايبه كيلو دقيق، لازم يكون كيلو الدقيق اللي هتستخدميه يكون للمخبوزات، ويكون الاستخراج بتاعه 72 علشان يديني نتيجه كويسه في للعجينه. تمام. ومعايا كوبايه ونص من السكر البودر، بعد ما طحنته عملته بالمصفى كده يعني علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. ومعايا 4 بيضات، ومعايا نص كوبايه لبن دافيه، ومعايا كوبايه سمنه كنت حطها شويه كده في التلاجة، ومعايا ربع كوبايه زيت. انت ممكن بدل الزيت تبقى الاتنين سمنه، او ممكن بدل الزيت يكون هو زبده، براحتك. وهحتاج معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه ملح، وفانيليا ونشادر. وهحتاج فانيليا البرتقال، دي بتدي طعم حلو قوي، بتعزز نكهه البسكوت وتخليه ريحته برتقال وطعمه كمان برضو برتقال. مقادير سهله وبسيطه وسريعه، هنعمل مع بعض بسكوت سهل وسريع مع بعض. اول خطوه بجيب السمنه والزيت احطهم في بوله كده، وهنضربهم مع السكر البودر لحد ما يدوبوا ويبقى قوامهم كريمي كده شويه. دي اهم حاجه، انك تضربيهم كويس قوي مع بعض بحيث السكر يدوب مع السمنه. وبعد كده زي ما قلت لك، عايزه تحطي الكوبايه وربع سمنه، او كوبايه سمنه وربع زبده، او كوبايه سمنه وربع زيت زي ما انا عامله كده. الزيت بيدي برضو بيخلي البسكوت هش ولذيذ يعني وجميل. فجربيها برضو بالطريقه دي هتعجبك. نضرب بقى المكونات كلها مع بعض الاول، نقلب كده تقليبه علشان السكر ما يطلعش فوق كده ويبهدل الدنيا معايا. وبعد كده نبتدي نشتغل، يعني هياخد له مثلا قد 5 دقايق كده لحد ما تلاقي بقى قوامهم كريمي زي ما انت شايفه كده. نبتدي ننزل بعد كده بالبيض، بيضه بيضه، ما تحطيش البيض كله مره واحده علشان بيخلي الخليط يفصل، وتلاقيه كده يعني ايه اتقطعت كده معايا، الخليط معايا مبقاش كريمي يعني. فبننزل بيضه بيضه، واول ما تدوب معايا نبتدي ننزل بالبيضه التانية، نتاكد بس انها دابت في الخليط زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده نبتدي ننزل بالبيضه التانية. نعمل بالطريقه دي لحد ما نخلص الاربع بيضات كلهم، ونضربهم كويس قوي مع الخليط. ده اهم حاجه. بعد ما دابوا بقى وحطينا كل ال4 بيضات، بنبتدي نحط بقى الفانيليا بتاعتي مع كل بيضه. بنحتاج يعني لو انت هتجيبي ظرف بتحطي ظرف فانيليا مع كل بيضه. انا حطيت معلقه يعني ملي الغطا من الفانيليا السايله عشان ريحتها اقوى. وهبتدي برضو احط كيس الفانيليا البرتقال، ممكن تحطي بشر برتقال برضو بيعزز النكهه اكتر واكتر. نضربهم كويس مع بعض لحد ما يختلطوا بالخليط. عندي نص كوبايه لبن دافي. اهم حاجه يكون دافي، مش سخن خالص وبيغلي، لا يبقى دافي كده زي دمعه العين. وهحط عليه معلقه من النشادر، ما تكتريش النشادر عشان بتخلي البسكوت يفرش. صل على محمد. النشادر لو كترت في العجينه بتخلي العجينه تفرش في الفرن. فمقدار الدقيق ده ما بيحتاجش غير معلقه صغيره من النشادر. بصوا ابتدت تفور اهي. هبتدي بقى احطها على الخليط بتاعنا، ونبتدي برضو نضربها بالمضرب كويس قوي لحد ما تتجانس مع كل الخليط. نحط رشه الملح، ونبتدي بقى نحط كيلو دقيق حبه حبه كده. هو هنحتاج كيلو دقيق كله، بس نحطه جزء جزء. وبعد كده اهم حاجه تنخلي الدقيق، ده اهم حاجه، بيدخل الهواء فيه وبيخلي العجينه يعني هشه معايا وما تبقاش مكتومه. وهحط كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، ما تكتريش برضه عشان البيكنج باودر بيخلي العجينه تفرش في الفرن. محتاجين معلقه صغيره. بصوا بقى في الحته دي انا مش بعجن، انا بس بلم العجينه بايديا، لمتها كده بس علشان ما تعملهاش عرق، يا دوبك بصوابع ايدي. البسكوت مش بنعجن فيه كتير علشان ما يعملش عرق. بصوا بعد كده العجينه بتبقى مفتفته كده. بصوا ايديا اللي فيها العجين اهي، بس انا لما عملت بايدي التانية ما اتلزقش فيها ولا اي حاجه. بنكورها بنلاقيها اتكورت معانا ومش بتشقق او اي حاجه، يبقى كده العجينه بتاعتنا ناجحه وجميله. نبتدي بقى نحطها بقى في المكنه ونشكل بقى الاشكال بتاعتنا براحتنا. والاولاد يساعدوكي
برضه بيبقى احساس حلو وجميل. فرحه الخبيز كده الاولاد يساعدوكي فيه. بنشكل بقى مع بعض كده ومع الاولاد علشان يحسوا بفرحه الخبيز وفرحه العيد والاشكال اللي انت عايزاها. احنا عملنا كذا شكل بصراحه انا والاولاد، وما شاء الله عملنا كميه كبيره بكيلو دقيق زي ما انتم شايفين. عملنا في كذا صينيه كمان تانيين، وهبتدي احطها في الفرن على درجة حرارة متوسطة 150 170 لمدة مفيش يعني اقل من 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. اهم حاجة القعر بتاعها ياخد لون ذهبي، وبعد كده لو عايز تفتحي لها الشواية مفيش مشاكل. بصوا زي ما انتم شايفين في الاخر طلع بسكوت هش وجميل ولذيذ بمكونات سهلة وبسيطة. عملنا كمية كبيرة، يعني اللي احنا جبناه كله عملناه مش يعني اقل من 8 كيلو جاهز من بره، وانضف واحسن، وفرحنا والاولاد فرحوا بالخبيز بتاع العيد بطريقه سهله وبسيطه. طلعنا بسكوت هش ولذيذ وجميل. يعني يا ريت تجربي الطريقه دي، هتعجبك جدا جدا. طريقه جميله وناجحه. طلع معايا بسكوت زي ما انتم شايفين هش جدا ولذيذ جدا جدا في كوبايه شاي مع فطار الصبح اول يوم في العيد، مع كوبايه شاي بلبن. بصراحه جميل جدا جدا. بصوا دايب ازاي، ويعني هش ولذيذ جدا جدا. وصفتي النهارده لو عجبتكم يا ريت تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتشجعوني وتدعموني اكبر القناه بيكم وليكم. شكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو. مع السلامه.